في ناس أول ما تسمع إن المبيد آمن تفتكر إنها تقدر تستخدمه براحتها، ودي من أكتر المفاهيم الغلط في مكافحة الحشرات. مفيش مبيد آمن بنسبة 100%، في مبيد آمن لو استخدم بطريقة مظبوطة. يعني إيه استخدام مظبوط؟ يعني بحاول على قد ما أقدر أقلل من خطورة المادة اللي موجودة معايا، لأن أي مادة كيميائية حتى لو كانت آمنة زي الأدوية فهي الاستخدام الغلط ليها بتتحول من مادة آمنة لمادة سامة، حتى لو المادة دي كانت آمنة. ودي نقطة مهمة جدا، في ناس كتير قوي بتشتري مبيد على أساس إنه مبيد آمن وتستخدمه غلط، فتلاقي الضرر بتاعه كبير جدا نتيجة إنها زودت الكمية أو زودت التركيز أو رشت في كل مكان وخلاص، أو رشت في مكان قريب من الأكل أو الشرب أو أماكن النوم. هو فاكر كده إن المبيد ده آمن، لكن الحقيقة مفيش كده خالص في مجال مكافحة الآفات. في علم السموم في جملة شهيرة بتقول إن الجرعة هي اللي بتصنع السم، يعني حتى لو المادة دي سميتها قليلة أو الآثار الجانبية بتاعتها قليلة، فأنت بمجرد ما بتستخدمها بشكل مش مظبوط بتحول المادة دي لمادة شديدة السمية نتيجة زيادة التعرض للمادة دي. إحنا عامة ما بنقيمش المادة على أساس إنها مادة آمنة وخلاص، لازم تبص دايما على درجة السمية، طريقة الاستخدام، كمية التعرض للمادة، المادة دي اترشت فين، وده اللي بيحدد دايما خطورة المادة دي. عشان كده دايما ما تفرحش بأي حد جه غرق لك المكان مبيدات حتى لو كان قايل لك إن المادة دي آمنة. عشان كده في المبيدات في مصطلح اسمه ال LD50، وده بيعبر عن سمية المادة، وبيتقسم هنا لثلاث أجزاء. لو أنا شميت المادة دي، لو أنا تلامست مع المادة دي عن طريق الجلد، لو المادة دي أنا اتغذيت عليها أو وقعت على الأكل وأنا أكلت الأكل ده. كمان في مواد منخفضة السمية بس عالية الخطورة. يعني إيه؟ يعني المادة دي لو استخدمت بشكل غلط هتبقى خطر عليك حتى لو سميتها قليلة. وفي مواد خطرة بس بتستخدم بطريقة مظبوطة تبقى آمنة عليك. يعني مادة سميتها كبيرة، تركيزها مظبوط، تطبيقها بشكل مظبوط، جرعاتها محسوبة في أماكن محددة، أنا كده حولت المادة دي من مادة شديدة الخطورة لمادة آمنة. عشان كده ما تفرحش دايما بأي حد يقول لك إن المبيد ده آمن. الهدف الحقيقي من المكافحة مش إننا نقتل الحشرات وخلاص، الهدف الحقيقي إننا نحل المشكلة بأقل كمية مبيد ممكن. الخلاصة مش معنى إن المبيد ده آمن إنك أنت تقدر تستخدمه بحرية، أو إنك أنت تقدر تلمسه بإيدك أو ترشه على أماكن أنت ممكن تنام عليها أو تغرق بيه المطبخ. كل المبيدات بلا استثناء لها نسبة سمية، حتى لو سميتها قليلة برضه هتظل مش آمنة. لو عايز تعرف أكتر عن المبيدات والحشرات تواصل معانا.